عاوز اقول كلمتين. كابتن محمود يا خطيب، يا كابتن محمود، مع كامل احترامي وتقديري ليك كرئيس نادي وكلاعب في قمة روعة، في قمة الروعة، انا مش عارف بقول ايه بس في قمة الروعة. ولكن حضرتك لو عندك فلوس عاوز تضيعها، النادي عنده فلوس عاوز يضيعها، خلينا انا اجي العب. قسما بالله اجي انا العب معاك، يعني اجي نيجي نعمل تقسيمه كده في التتش ونلعب. ولكن اللي بيحصل النهارده ده قسما بالله ده ما اسمه لعب. قسما بالله ده ما لعب كوره، ده اسمه شويه موظفين بيلعبوا في الملعب النهارده علشان ياخدوا قرشين في اخر السنه. كهربا النهارده، وانا هذكر الاسماء بعينها، يعني النهارده هتكلم على الاسماء بعينها. خلاص بقى، خلاص سيبك من الكلام بتاع الناس اللي بتتكلم بالورقه والقلم دي. لا، النهارده كهربا جماهير الاهلي لو شافته قدامها هتحرقه حرفيا. عشان بس نكون على بينه، كهربا استحملوا اللي استحمله جمهور الاهلي من كهربا على مدار كام موسم، على مدار 3 مواسم متواجد فيهم كهربا في الاهلي، قسما بالله ما يستحملوا اي حد. وانا الكلام ده بقوله لك بناء على اللي انا شفته النهارده في الشارع. الجماهير هتموت هتطق. كهربا النهارده لو هتحمل المسؤوليه بنسبه 99% كهربا يتحملها. قول لي يا عيب غير كهربا النهارده يتحمل مسؤوليه الخساره. كهربا اللي مضيع انفراد النهارده قدام الجول، عيل صغير في تانية ابتدائي هيجيبها. كهربا النهارده اللي مضيع ضربه جزاء كانت فاصله ان هي تأهل الاهلي النهارده لنهائي الانتركونتيننتال وتخليك تتوج ببطوله وتكون اول مره في تاريخك تتأهل للنهائي، وكانت على طبق من ذهب ليك. ولكن شويه موظفين النهارده بيلعبوا في ارضيه الملعب. تاني وتالت ورابع، يا كابتن محمود لو عندك فلوس وعاوز تصرفها في الارض قول. شويه لعيبه بتلعب في الشارع قسما بالله احسن من اللي بيلعبوا دول.